إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد الخوت. إذا اليوم الخوت إن شاء الله غادي نقدم لكم هذا الفيديو اللي غيكون عبارة عن تتمة القصة ديال المرحوم التهامي بناني. يعني غادي يكونوا فيه مستجدات وكل ما يخص بالقصة ديال اختفاء المرحوم التهامي بناني. المهم الإخوان خليكم مع الفيديو حتى الآخر. السلام عليكم. اذا الاخوان كما سبق لي وخبرتكم في الفيديو اللي قبل، فمن هذيك البيريود ديال 14 مارس 2007 حتى اليومنا هذا عام 2023 فراه تقامت 74 جلسة في المحكمة، وربعة ديال الهيئات اللي مروا بهذا الملف وما لقاوش ليه الحقيقة المثبتة. وعلى حسب اقوال الام ديال الضحية تهامي بناني الله يرحمه، فإن الفرقة الوطنية دلات لها بأنه كان واحد الشخص رابع في هذيك الجريمة، وهذا الشخص الإخوان هارب لكندا حتى يشوف القضية فين وصلات، وديك الساعة يرجع يدخل المغرب. ولكن الأم الحديدية ما شاء الله ما استسلماتش بسهولة، وباقا كتبذل مجهود اللي هو كبير باش تعرف حقيقة ديال هذه القضية هذه. بالإضافة الإخوان إلى أن هذا الشخص الرابع مصرح به من طرف أحد الشاهدين بأنه متورط في الجريمة. إذن الإخوان نرجعوا شوية للور وبالضبط فين وقعت الجريمة وكيفاش دار الجاني الرابع باش هرب من المغرب لكندا. فكما سبقت وذكرت لكم الإخوان بأن الأب ديال هذا الجاني فهو في جسم الأمن وعنده واحد الرتبة اللي هي كبيرة في الأمن الوطني. داك الشيء علاش قدر يهرب الابن ديالو لدولة كندا بغيته زعما باش يمشي تما ويدير التكوين ويقرا الطبخ، مع العلم أن الجاني الثالث في الجريمة اللي هو أحد أصدقاء المرحوم تهامي بناني حتى هو هربوا الأب ديالو، ولكن هاد المرة هربوا لدولة فرنسا. وهذا الشيء كامل الإخوان وقع سنة 2009. إذن الإخوان في يوم الجريمة اللي هو 14 مارس 2007 دخلوا الآباء ديال أصدقاء المرحوم كما قلت لكم الإخوان في الفيديو اللي قبل، وهذا الخبر معلمات به الأم ديال الضحية تهامي بناني الله يرحمه حتى لسنة 2019. إذا الآباء ديال المتهمين الإخوان منين شافوا ولادهم متورطين في الواقعة، وكما قلت لكم الإخوان في المناصب ديال هاد الآباء هادو راه كاين اللي في الأمن وكاين اللي في القضاء. المهم الإخوان عندهم درسة صحيحة كما كنقولوا لها بالدارجة. والتصرف الشنيع ديال هاد الآباء هادو هما أنهم حاولوا يغطيو ويمسحوا الأثر ديال هاد الجريمة احترازيا من أي تهمة تقدر تلفق لولادهم. وفي المقابل شنو داروا الإخوان؟ بقاو كيتسناو في ردة الفعل ديال أم الضحية تهامي بناني، مع العلم أن الأم مسكينة ما على بالهاش واش الابن ديالها باقي في الحياة ولا ميت، بل كانت كتقول مسكينة كل نهار غادي يجي يدق باب الدار ونمشي نحل عليه. صعيبة شوية فرق الكبدة الخوت. إذن الإخوان في الجاني الرابع اللي صيفطوا لبواه كندا فمشى لكندا بالفعل وقام بواحد الجريمة أخرى، بحيث أنه عنف واحد المواطنة كندية وكان غيقتلها، فحكموا عليه في كندا ب20 سنة، ولكن دوز غير 6 سنين على حساب القانون اللي في دولة كندا. ومن بعد الإخوان تريفوا للمغرب باش يتسلم للعدالة. ولكن الغريب في الأمر أن هذا الشخص الجاني ما تسلمش للعدالة، وإنما مشى عند باه عاش معاه بعض الأيام حتى قاد ليه الوريقات وعاود صيفطوا لواحد الدولة، وهذه المرة مشى لبلجيكا. ودابا الإخوان راه انتقل للوكسمبورغ وتزوج تما حر طليق. ودابا الخوت خليونا نرجعوا للنقطة الصفر فين قامت الفرقة الوطنية باستجواب المعتقلين أو المشتبهين في الجريمة. فكانت جملة واحدة اللي دلاو بها وكانت في لسانهم، وهي قولهم أن المرحوم تهامي بناني مات بأوفردوز، الإفراط في تناول المخدرات، وخفنا منكم وحطيناه في الخلا ورجعنا في حالاتنا.
دابا غير ايماجينيو معايا الاخوان هاد الفكره هذه اللي كانوا متفقين عليها، يعني واحد المده ديال 10 سنين وهما متفقين هذه وشي كيخبي لشي. انا بعدا ما باش تدخل ليا العقل. اذا الاخوان القضيه باين فيها ان بالاضافه الاخوان ان الام ديال الضحيه منين مشات عند الفرقه الوطنيه وقالت لهم اعطيوني الملابس ديال ولدي، اش قالوا لها هما؟ قالوا لها راه صبناهم، بدل ما تشدهم محجوزات. يعني نورمالمون خصها هي تشدهم محجوزات. اذا الاخوان هادشي اللي كان جديد في هذه القضيه الغامضه ديال المرحوم تهامي بناني. وكنقول لكم الخوت دعواتكم مع تلك الام الحديديه والقويه اللي صبرت اكثر من 16 عام باش تعرف حقيقه اختفاء الابن ديالها، ومازال لحد الان كتناضل وكتقاوم باش تعرف الحقيقه. وكنقول لها من عندي انا شخصيا راني مأيدك حتى يبان الحق ديال الابن ديالك ان شاء الله. ايوا هذا الشيء اللي كان جديد في هذا الموضوع الاخوان. تهلاو ليا في روسكم ونشوفكم في موعد جديد ان شاء الله. السلام عليكم.